ومن أعظم الأجر لدى العبد الذي نحقره ونغفل عنه كثيرا أن تهدي امرأ مسلما إلى الصلاة. المسلمون لا يصلون كثير مع الأسف، وهو فساد في الدين كبير، وليس سهلا، ليس سهلا أبدا أن تنقذ امرأ مسلما وتنتشله من طين العادة وتخرجه ليطير بجناحيه إلى منازل العبادة مع المصلين. شيء عظيم، لقد حققت أمرا عظيما عند الله. وإنما حال الذي لا يصلي كحال البهيمة غرقت في طين لا تكاد تخرج منه ولا تكاد تستطيع أن تخرج منه، وحل تخبط فيه بأرجلها وأذيالها ولا تستطيع أن تخرج. هذا حال من لا يصلي، كل من لا يصلي هذا حاله، طين وسخ حميء وحمأة يغرق فيها إلى ذقنه، ويحتاج إلى من ينتشله، يحتاج إلى من ينتشله. ولذلك فالذي يصلي ولا يدرك أنه فعلا يعيش حالة من الرقي الروحي والسمو الروحي، فهذا ينبغي أن يعيد تحقيق الصلاة في نفسه. فلعله تنسيه العادة وتجره العادة وتثقله وتجذبه إليها جذبا. الأرض لها جاذبية في بطنها وفي جوهرها، لها جاذبية طينية تجذب كل من ثقل جسمه وكل ما ثقل جسمه. حينما تخف من الأوزار والذنوب فإن الأرض لا تجذبك، نعم تجذب بدنك، ولكن روحك تسمو، لا تستطيع الأرض أن تعتقلها. والدليل على ذلك الذي تقيس به نفسك وقدرتك على الطيران النداء. وزن راسك بالمدن لما يودل الصلاة من الفجر إلى العشاء، فإذا وجدت خفة ونشاطا وفرحا كأن بشيرا يبشرك إذ يقول لك حي على الصلاة حي على الصلاة، فاعلم أنك في منازل العليين، وأنك قد استطعت أن تكسر أغلال التراب، وأن جاذبية الأرض لا تتحكم فيك إطلاقا. أما إذا كان صوت النداء يأتيك كأنما يناديك من قبر، وتجد ثقلا في بدنك تتوهمه في بدنك، وإنما هو في نفسك التي ثقلت بأوزارها وأوساخها، فاعلم أن مشكلتك إذن أنك ما زلت مرتبطا بجاذبية الأرض، عليك أن تتخلص منها. هذا الامتحان هو سر قوله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. شيء عجيب جدا، وضعت أسرار تعبدية نورانية في فطرة الإنسان. وأغرق في الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، أغرقوا في الأرض وربطوا بجاذبيتها الترابية والمعنوية. ووضع الامتحان والميزان لمن استطاع أن يتخلص من جاذبيتها ويطير، ومن غرق كان من الهالكين. فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعوذ بالله من ناره وغضبه وسخطه. المؤمن يبصر الحياة، فإذا أبصر الحياة ورآها زائلة أشبه ما تكون بالغيم، تفتح نافذتك في الصباح من منزلك وترقب الغيم آت، تتوقع، تقول بعد نصف ساعة، بعد 5 دقائق، بعد ساعة تكون السماء قد تلبدت وغشيت بالغيوم، ويقع ما يتوقع عادة، لأن الله عز وجل جعل لنا في أمور الدنيا علامات. ثم تمر الغيمة والسحب كأن لم تكن، وتنقشع السماء أشعة وضياء. هذه الحركة التي تراها بعينك هي حركة الأرض نفسها التي تسكنها. خبرنا في الدين وفي العلم الطبيعي الدنيوي أن الأرض تدور، ولكننا ننسى كثيرا
أنها تدور بنا نحن البشر. هذا ننساه. قرأوا في العلوم جميع الوثائق العلمية، الأرض تدور. هذا أمر خطير جدا. إذا كان حقيقة علمية وهو كذلك، فالأمر يجب أن يبعث في قلب المؤمن هولا وهلعا. الأرض تدور، إذن أنا أدور. معنى ذلك إذن أنك لا تستطيع أن تتحكم في زمانك ولو ثانية. حينما ترقب غروب الشمس تدرك السرعة العجيبة التي تدور بها الأرض، وكذلك حينما ترقب شروقها. تلك أيامك تمضي بحركة دائرية رهيبة، لك دورات تدور لك وبك الأرض، ثم ينتهي أجلك. دورات. أعمارنا معدودة بهذه الدورات التي هي الأيام والسنوات. نغفل ونظن أننا مقيمون على المتع. الإنسان كيكون في لحظة سعيدة، في مأكلين أو مشربين أو زواج أو ميلاد أو أي شيء، يظن في غفلته أنه مقيم على تلك السعادة. أبدا. أشبه ما نكون شي واحد داير حفلة في الكار أو في القطار. ما قيمة احتفال في القطار؟ لا قيمة له. إذا كان هذا القطار يسير وأنت تحتفل، وغاية الحفلة وصول القطار، سيصل قريبا. إذن الأرض كلها قطار يجري يجري يجري، وتنفض أوراقها كما تنفض الأشجار أوراق الفصول. تنفض أوراقها، كل دورة كتنفض وتنبت وتنفض وتنبت، وهي كذلك إلى أن يأمرها الله عز وجل بأمره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله عز وجل يأمرها وتخرج أثقالها من بني آدم ومن أعمال بني آدم. حينما يأتي حينها وإبانها تنتهي دورتها وتنتهي وظيفتها الدنيوية، ليعيد الرحمن عز وجل تشكيلها من جديد على خلق جديد وطبيعة جديدة، ليست كالطبيعة الأولى ولا كالخلقة الأولى. لأن الخلقة الأولى، خلقة الأرض وخلقة السماء، بنيت على وزان أجل محدود، وهو زمان الحياة الدنيا الفاني. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فالإعادة إنما هي من أجل خلق كون وتكوين نشأ ليس قابلا للفناء. سماء خالدة وأرض خالدة وجنة خالدة ونار خالدة، نعوذ بالله من ناره وغضبه. المؤمن يبصر هذه الأشياء في حياته اليومية، القرآن ناطق بها، ولكن المشكلة أن الحياة اليومية أيضا ناطقة بها ولكننا لا نبصر. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لا نبصر فعلا. الأشياء تمضي وتجري بسرعة، وإما أن تقتنص اللحظة وتستفيد منها وتعمرها بالزرع والغرس، فيكون لك زراعا ويكون لك غراسا يوم القيامة، وإما بور. الصلاة عمران عجيب لكل الوقت، ولذلك كان التاج. إن كنت في المسجد فأنت مصلي، وإن كنت خارج المسجد فأنت مصلي. هذا الحديث العجيب الذي ذكرته وما زلت أذكره وسأبقى أذكره ما حييت من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، مفتاح عجيب للخير، لخير لا تستطيع أن تحده بسنواتك ولا بعمرك إطلاقا. حديث الموطأ المروي في مسلم أيضا وفي غيره: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعني شيء عجيب. اللحظات التي مرت في السيئات يمحوها الله عز وجل، يمسحها، يمحو الله به الخطايا، ثم بعد محو الخطايا ترتفع في المنازل والدرجات ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.